اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. تعالوا بقى نعمل مشروب الشتاء الجميل او طبق الشتاء الجميل اللي بيدفي، اللي بيدينا طاقة وباور كده حلوة قوي، ونعمله لولادنا يدفيهم وقت الامتحانات. او عامة احنا داخلين على اجازة نص السنة وولادنا عاوزين حاجة تدفيهم وهم قاعدين في البيت، واهم حاجة تكون حاجة مفيدة ويكون طعمها جميل. النهارده معانا بليلة باللبن، عملتها معاكم قبل كده على القناة، وان شاء الله تشوفوا الفيديو القديم وتشوفوا برضو الجديد دوت. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف وصفتنا النهاردة. طريقتنا كانت سهلة جدا، وكمان عشان نوصلها للطبق الجميل ده عملناها بطريقة حلوة قوي، وحطينا عليها شوية حاجات كده كانت طعمها حلو قوي ومخليه طعم البليلة تحفة. بجد طبق حلو جميل متكامل، كله غذاء وكله حاجات حلوة قوي هتفيد ولادنا وهتنفعهم في وقت الشتاء وتدفيهم كده وتديهم باور وطاقة، عشان اللي لسه مخلص مذاكرته يذاكر ويبقى عنده طاقة حلوة قوي للمذاكرة. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف وصفتنا وطريقتنا النهاردة كانت عاملة ازاي. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. هنا كده حبايبي معانا البليلة بتاعتنا بقى، كنت غسلاها ونقعاها من الصبح كده، سبتها اكتر من 8 ساعات تقريبا. بصوا بقى ميتها، يعني كنت بغير لها المية كل شوية كمان، وبحط لها مية سخنة تتنقع فيها. بصوا يعني انا حابة اوريها لكم، الحباية كبرت كده ونفشت شوية علشان ما تاخدش معانا وقت في التسوية على النار، وهي فعلا ما خدتش وقت معايا في التسوية على النار، غير لما بتجيبيها كده تغسليها وتحطيها تسويها على طول بتاخد وقت كتير بصراحة في التسوية. لكن هي بصراحة ما خدتش وقت معانا، انا نقعتها وغسلتها كويس جدا كذا مرة. وبرضو دلوقتي هصفي من عليها المية وهغسلها كويس جدا قبل ما احطها في الحل علشان التسوية. هغسلها كويس جدا وارجع احطها في الحل. هنا كده هنفضيها، كنت غسلتها تاني كذا مرة، وهنبتدي ننزل عليها بمية سخنة بقى. مية عادية، احنا كده كده هنولع عليها على النار وهي هتعيش حياتها مع نفسها. بجيب المية، متقلقوش، متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. منتظرة تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني كده، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. تعليقاتك الحلوة يا عم محمد، ما تنسانيش في دعوة حلوة من قلبك كده. هنا كده كنت بحط مية، وبصراحة يعني قصده ازود المية، ولسه هحط مية تاني قبل ما اولع عليها. يعني هكتر لها المية بصراحة علشان انا حابة ان هي تستوي حلو تاخد راحتها، وانا محتاجة يعني انا عاوزة المية ديت علشان ساعات الولاد بيشربوها بلبن، وفي ساعات يشربوها من غير لبن، فطبعا اكيد يعني هستعمل المية بتاعتها لو حبوا يشربوها من غير لبن. هنا كده حطيتها على النار بقى، ولعت عليها وسبتها تعيش حياتها مع نفسها. بس ما خدتش اكتر تقريبا من ساعة الا ربع وكانت مستوية. هي اول 10 دقايق سبتها غليت قوي قوي على النار، وبعد كده وطيت عليها النار وسبتها. هنا كده كانت استوت. شفتوا؟ غمضت عليكم فتحتوها لقيتوها استوت ازاي. بصوا كده بوريكم ان الحباية نفشت واستوت، وكان سواها طعمها حلو بجد. يعني ساعة الا ربع، ممكن اقل، يعني تقريبا اقل، بس اللي انا فاكراه بالظبط كان 10 دقايق. كانت على نار عالية، وبعد كده طبعا فارت وبوظت لي البوتاجاز، مفيش مشكلة يعني. وبعد كده وطيت عليها، ممكن تبقى اقل من ساعة الا ربع كمان. وبعد كده لقيتها استوت وكانت حلوة. انا هنا كده كنت مطية عليها وانا بوريها لكم. هعلي بقى عليها النار تاني عشان تغلي كويس جدا قبل ما اطفي عليها. اهي بصوا كده، عليت عليها النار وهتغلي كويس جدا قبل ما ناخد منها بقى ونعمل للولاد طبقين بليلة حلوين كده زي اللي انتوا شفتوهم في مقدمة الفيديو. هنعملهم بطريقة حلوة قوي. الطريقة دي انا بعمل بيها على طول البليلة، خصوصا لو الولاد هيشربوها يعني سخنة، بغض النظر لو هعملها اطباق او لو هعملها للولاد تتشرب سخنة، او لو هنعملها زي العاشورة برضو.
هنجيب بقى معانا لبن كده، نحطه على النار ونبتدي نجهز البليلة بتاعتنا. البليلة دي بقى بتغلي هي على النار التانية، ومعانا هنا لبن حطيته على النار عشان يدفى. طبعا عشان ده لبن جاي من التلاجة ساقع، فما ينفعش احط ساقع على سخن، اللبن هيقطع مني. تمام. دي كده، ده كده اللي بوريهولكم، ده لبن بودر. لبن بودر كامل الدسم. كامل الدسم او خالي الدسم طبعا المستحب او المتواجد، بس اعملوها بجد بالطريقة بتاعتي دي، حلوة قوي وهتدي طعم حلو قوي. هنحط معلقتين كده، 3 معلقتين ونص، طبعا على حسب الكمية اللي انتي بتعمليها. دي حلة كده صغيرة مش كبيرة، يعني مش فيها لبن. حلة الطقم دوت، بس حلة الحجم الصغير. تمام. فحط فيها كده كيلو لبن يغلي، وحطيت كده معلقتين ونص لبن بودر. وهنحط السكر بتاعنا، وهنحط معلقتين كريم شانتيه برضو. دي كده معلقة كريم شانتيه اهي. وهنحط معلقة تانية كريم شانتيه، بقى بيوديها في حتة تانية خالص. طبعا اللبن ده معانا اصلا هو كامل الدسم، يعني بالقشطة بتاعته. هندوب بقى كده اللبن البودر والكريم شانتيه مع بعض كده في اللبن، هم على النار. طبعا اللبن هنا كان دافي، هدوبهم كويس جدا. وبعد كده هنحط السكر برضو. لازم بس اتاكد منهم ان هم دابوا كويس جدا قبل ما انزل عليهم بالبليله، علشان مفيش حاجه تكلكع معانا. دول طبعا مش زي النشا، لما بنحطهم بيكلكعوا، لا بيدوبوا على طول جدا وبسرعه، يعني ما بيعملوش اي حاجه. وبعد كده نبتدي بقى ناخد من البليله. طفيت عليها النار، وهبتدي اخد منها بقى حب بقى، يعني هكتر الحب لاني انا هنا معايا ميه. كنت بحاول اخد حبة اكتر من المية بتاعت البليلة، علشان خاطر انا اللبن ده بديل المية طبعا، فانا محتاجة احط الحبة اكتر. وطبعا هنديها برضو سنة فانيليا، وهنديها سكر. انا مش تقريبا السكر ما ظهرش لسه. هنحط لها السكر بتاعها، وهنحط لها سنة فانيليا صغننة. واحنا بنعملها كده، احنا هنعملها بليلة عادية كده، ده السكر، مش هنعملها عشورة. تمام. بس انا حابة ان انا اصبها للولاد في اطباق كده. طبعا هنا تقريبا حطيت 5 معالق، لان زي ما قلت لكم الحله اللي انا بعمل فيها دي مش كبيره قوي، متوسط، دي صغيره، الحجم الصغير، عشان خاطر بس ما يبقاش السكر كتير. وطبعا انا الولاد مش بيحبوا سكريات، ما بيحبوهاش كتير قوي، خصوصا السكر الابيض ده هم مش بيحبوه قوي. فانا بحط كميه يعتبر مش كتير قوي، معقوله. ولو حد حب تاني يزود، طبعا دي حسب الرغبه، السكر بيبقى ايه قليل، واللي حب يزود يزود على الكوباية او الطبق بتاعه. هنا غلو جدا، بصوا كده غلي اللبن قوي. وبعد كده هبتدي اغرفها بقى في اطباق بقى، في كوبايات، زي ما تحبوا، يعني زي ما تحبوا تعملوها وتقدموها بالشكل اللي يريحكم وبالطريقة اللي تريحكم. هنا كده بقى بنفضي الاطباق للولاد ولينا. هي بصراحة عاملة زي الوجبة المشبعة. هي بصراحة انا كنت بعملها بالليل كده، هما كانوا قاعدين بيذاكروا، طبعا الناس اللي في الكلية بتذاكر واللي في ثانوي بيذاكروا، ربنا معاهم يا رب وينجحهم هما وكل اللي زيهم. فحبيت اعمل لهم حاجة كده يشربوها تدفيهم هما قاعدين بيذاكروا. كده كان شكل الطبق معانا. هنا كده بقى كنت خلاص صبيتها كده للولاد. ودي كانت وصفتنا النهاردة. كانت وصفة سهلة وبسيطة جدا ومفيهاش اي حاجة. بجد جربوها باللبن البودر، يعني بنحط على اللبن بتاعها لبن بودر وبودرة كريم شانتيه، بجد تحفة جدا.
بتدي طعم حلو قوي، وطبعا بتدي قيمة غذائية حلوة قوي برضو وعالية، خصوصا اللبن البودر اللي هو لبن كامل الدسم، او لو في حد ما بيحبش كامل الدسم بيحب خالي الدسم، برضو يجربها كده وكده، بتبقى حلوة مش وحشة، بتدي برضو الطعم. اهم حاجة الطعم المحبب اللي احنا عايزينه، والطعم اللي هو بيخلي الولاد تاكلها وتبقى حاسة ان فيها اختلاف، مش بليلة عادية وخلاص. طبعا انا كنت بدوق، يعني لازم ادوق طبعا. وهنحط بقى عليها كده شوية مكسرات علشان خاطر الولاد ياكلوها، وبألف هنا وشفا. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومتنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ودعوة حلوة من قلبكم ليا. معانا بقى النهاردة أحلى طبق بليلة باللبن بالمكسرات، طعمه بجد حكاية.